ورحمة الله وبركاته. شكرا لكل الدعم، اللايك والديسلايك. النهارده هنتكلم موضوع المفروض ان انا قررت ان انا هبطل قلة ادب، بطل شتيمة، بطل القذارة اللي انا بعملها. بس ما ينفعش الموضوع ده، ما ينفعش، سامحوني، ما ينفع يا جماعة. اللي بيتكسف، اللي بيتحرج، مامي وبابي محلفينه ما يتفرجش على حودة، والنبي ما يتفرج. مشكلتي النهارده يا جماعة بقى لي يومين، واحد صاحبي عيني تعب. تمام، عندنا مستشفى حكومي اسمها الشاطبي، ناس كتير تسمع عنها. اتفقنا كلنا نتجمع ونروح له. يلا يا جدعان، الساعة كام؟ الساعة 10 الصبح رايحين له. وتبدأ المهزلة الكروية. واحنا داخلين الأمن. أيوة يا باشمهندس، أنت رايح فين؟ أيوة يا باشا، نقطع تذاكر ونخش. أنت داخل دريم بارك يا معلم. أنت مش داخل مستشفى. تمام، دخلنا قطعنا التذاكر. المفروض بقى إيه؟ كل واحد فينا، إحنا اتفقنا إحنا الأربعة يعني 2 و2. واللي يلاقي صاحبنا ده القسم اللي بندور عليه يعني ايه، هنرفع سماعة التليفون من الموبايل ونجيبوه. يعني بقى كأنك داخل بقى دريم بارك، اللي هيروح يلعب الزحلية لوحده واللي هيلعب العربيات لوحده. مهزلة. انت دخلت بقى، انت مش داخل مستشفى وملايكة رحمة ومكان لان انت تنقذ روح. لا 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 لا. وربنا ابدا، وديني ومعبد ابدا. انت داخل يعني اقول ايه، مقبره جماعيه يا جدعان، مقبره جماعيه. يعني العيال قاعده تحس عامل زي المكان اللي بيشكوا فيه الابر، اللي هو المدمنين. ايه، واقف ماسك الكيس عامل كده يا عيني، ولا قاعد وضرب الابره الجلوكوز اللي هو. وانا معدي، انا معايا سامح صاحبي، سامح بقى فاصل ضحك مني، بقول له مش زي الصور اللي بينزلوها في اليوتيوب. وانا سامح فاصل. وحلاوتك بقى لو قابلتك واحده بقى ايه، اللي هو من ملائكه الرحمه، اللي هي عيني بتدور على العريس دي، عارفينها، اللي هي تبقى سيستر. يا استاذ رايح فين لو سمحت، اللي هو بتحكها بقى، الواد بقى بشعره فكرتني خون عريس بقى. وده شكل عريس، مش شكل واحد بقى صاحبه. انا بيني وبينكم ايه، انا ايه، يلا بينا. المنظر بقى يا جماعه ايه كمان يقتل الناس اللي جايه تزور. مين ابن بره بيتاكل قال لك ان العيال ده وانت رايح له بحله اكل هياكلها؟ ده عيال. مين ابن بره وسخه ضحك وهم لك دماغك ان انت وانت رايح له. يا جدعان، ده لو رايحين النزهه جنينه الحيوانات مش هنروحوا باكل كده. تمام، وتلاقي الامن واقف لو سمحت الاكل بس. ده اللي تعبك، ده اللي فشخك تمشي. انا طلعت الدور الثالث يا جدعان في المستشفى دي، شفت مجزره، والله العظيم مجزره. دور كده محدش بيسالك انت رايح فين ولا جاي منين ولا انت مين اصلا. دخلنا الدور، عنبر طويل عريض، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا ولا يكتبها على حريمنا. نسوان قاعده نصها اللي تحت ده كله عريان، كساس بفخاد بكله باين. والرجاله بتاعت النسوان دي قاعده جنبيها، كل واحد قاعد يتفرج على فخاد دي ويتفرج على فخاد مراته بيقارن. انا دخلت، انا صاحبي بيقول لي تعالى تعالى، بقول له بنرجع ايه؟ النسوان قاعده مفشخه. لقيت واحده جايه ورا، لو سمحت انت دخلي هنا، عايز مين؟ عايز مين؟ ولا في ستاره تغطي لحم ولا لا 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 لا. ايه يا عم؟ ايه ده عرض مصريات ده؟ فيش عرض مين؟ كس قدامك وكس وفخد وبتاع، وانت مراتك كسها غيرك شايفه. مهزله بشريه، مهزله. تتفرج كده احيه، لا لا الا الله. في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ بس فالحين الاطباء عايزين الكدر يا اخي، نعدين ابوكوا. كدر ايه اللي انتوا عايزينه؟ زودوكوا ترماي تفرمكوا رايح جاي يا اولاد المتناكه، بعيد عن اللي في وشي. كدر ايه اللي انتوا عايزينه؟ بنت طالعه السيستر ولا في قسمي، حضرتك عايز مين هنا؟ لا انا بدور على صاحبي في الكسور. لا لا مش هنا مش هنا، انت ايه اللي دخلك هنا؟ ده هنا عشان المحروين. محروين؟ محروين وقاعدين كده؟ يا نهار اسود. ما دول لو كانوا والدين بقى كنت اقول الاداء. قمة السرال الزبالة، قمة اللحم العريان، قمة القذارة البشرية. المهم ايه، وصفت لنا بتصل بالحيوانين التانيين، يا ابني انت فالك احنا لقيناه. طب يا اولاد العرس ما تقولوا لنا. نازلين تتفرج على الاهالي اللي واقفين يشربوا سجاير
اللي واقفين قاعدين ماسكين طبق بياكلوا، اللي قاعد جنب المريض على السرير بياكل. ايه ده؟ دخلنا اخويا للولا، ايه يا ابني سلامتك وبتاع، كل شويه واحده بقى داخله، الف سلامه يا استاذ. ده قبيح. هو انا ايه يعني، انتوا فاهمين حوده يعني. قلت لها اختي انت كل شويه كل واحده تخش الف سلامه الف سلامه وتترضى ب5 جنيه. فاضل لك حبه واديك ال20 يقول لك امسكي لي زوبري. لا لا لا، قله الادب. قله ادب يا السم. كنت يعني لما تمد ايدك دي مش قله ادب؟ راحت معيطه وطالعه، صاحبي طالع من الرضاعه، قلت له انت طالع تشقطها مش طالع تراضيها. فبيقول لي لا حرام دي، تلاقي تاخد 200 جنيه. تاخد 200 جنيه مش عاجبها ما تشتغلهاش. انما شحاته شحاته يا جدعان، ده احنا في مهزله. ده انا دخلت الورق ولا شاش ولا قطن ولا برشام ولا حاجه. انت اللي تجيبه من بره. طب حكومه ليه؟ طيب على السرير. الواجب اللي انتوا بتعملوه معانا ان احنا لما نجيب سريرنا معانا. واحده بقى داخله عايشه بقى ان ايه، كان فاضل لها درجه وتبقى دكتوره سيستر بقى. انا مش عارف ناقص ايه وناقص ايه وناقص ايه. قلت له ما بالمره يجيب عيان. يعني هو غلطان انه يجيب عيان، العيا بتاعه يجيبه. كان جاي واحد عيان بداله. حضرتك قلت لها انا غيرهم، هم يقعدوا يتسحلفوا عشان انت حاطط احمر واخضر، انا سماعك الاب والام. قلت لي انا اجيب لك. قلت لها هات اللي عندك. قاعد جابت لي عيل حضرتك وبتاع. قلت له بقول لك يا زميلي 10 جنيه دي تلزمك ولا نحط عليها 10 جنيه تاني؟ قال طب معلش هات لي 10 جنيه نروح راضيها. ده انت عرس يا ابني، عرس. مهزله يا جدعان والله العظيم، مهزله بشريه، مهزله. كل ده يعدي مرور الكرام. صاحبي يولع، مش صاحبي وفردة عمري عيش وما يولع. والله العظيم شخرت يا ابني، ما انت معاك فلوس، ولو عايز مننا احنا نديك فلوس ونحولك مستشفى نظيفه. انت بتسترخص. قال له والله ابدا انا قلت الحق نفسي. تلحق نفسك في دي؟ كل حاجه ادفع. كل واحده بتخدمك عايزاك تدفع لها. طب وانا هنيكك؟ وانا تعالى على السيره اشمطك زي الافلام الاجنبي؟ تمام. ولا سامح كمان شيطان قال لي حوده ما تيجي نطلع نتمشى تاني. قلت له انت طلبت معاك الصبح ضحك وتقسيم على البشر. قال لي اه. وخلي بالك هعمل لكم فيديو وهفتكرك وهبهدلك. قال لي وماله؟ وماله يلا نطلع. طلعنا دخلنا قسم الاطفال. يا دهوتي، قسم الاطفال ده حاجه ما تتوصفش. حاجه ما تتوصفش. سيبك من الكبار. الكبار يستحملوا. الكبار كده كده ميتين. انا اجيب لكم من الاخر. يخش مستشفى حكومي الكبير ميت. الاطفال بقى، ايه الاطفال؟ العذاب في الاطفال يا عيني. الامهات والابهات وبرضك سيستر ودكاتره. ودكاتره تحس ان هم ايه، اللي هو الطب اللي وصل لغايه سنه 79 ووقف. مفيش اوعى بقى تمانينات وتسعينات والفيه ده مش موجود. امنوا برب العالمين. البت السيستر عملت حركه النهارده عند الولا صاحبي فشختني. تمام. هو الولا عيني عنده شويه سكر ربنا يشفيه. مسكت الابره بتاعت السكر. بقول لها حضرتك ايه؟ محدش معاه حجاره؟ احنا بصينا لبعض. حجاره ايه يا حبيبتي؟ حجاره عشان القلم بتاع السكر. حجاره عشان دي ايه؟ دي حجاره صبع قلم؟ قالت لا حجاره تانيه مش عارف 1.5 فولت. لا المدوره دي عارفينها بتاعت الليزر دي. طب واحنا هنمشي بحجاره؟ طب خلاص هاتوا له حجاره عشان نقيس له السكر. يا دين النبي ياما. بصينا لبعض كده والله العظيم. نزلنا اشترينا له قلم سكر. تمام. بعدته ب 400 جنيه بس فدا صاحبي. تمام. طلعنا له خد يا ابني ده بتاعك. في بتاع 50 شريط ولا 100 شريط. ده بتاعك. انت بتعرف تقيس لنفسك ومراته بتعرف تقيس له فعيشوا مع بعض. انتوا كلفتوا نفسكم يا عم. نكلف نفسنا ايه؟ ده احنا بنبص لك ونقول ربنا يستر تطلع لنا حي. والله العظيم ماشي. قلت لها معلش يا ام احمد يعني. قالت لي خير يا محمود. كلمه لله. قالت لي قلت لها اقعدي على جوزك. كلى كبد الحاجات اللي هتتشقط منه دي عشان خاطر ربنا خلي بالك منه. الحاجات دي بتتشقط. بس انا ضحكت لي. قلت لها خايف؟ قلت لها خايف. المهم السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي فيه النصيب الولا خده في ظرف عشان برضك يمشي نفسه. المهم ايه سامع؟ يلا نطلع نلف. نطلع نلف دي يا جدعان. على نطلع نلف. على نطلع نلف دي من كل فج عميق.
دمنهور بقى وكفر الدوار وبتاع. السيسترات اللي هناك مثال للمرة اللي ممكن تبيع نفسها عشان الجنيه، احساس بالجوع. طبعا راح بقى ضرب النضاره والشعر وبتاع الواد المشتي والطقم الجلد كله بقى مفكرني وزير. واحده بقى وقفت عايزه تشقطني انا تشقطني انا. بقول لحضرتك ايه؟ انا قالت لي في عربيه بره وحضرتك اللي راكب. عايز اقول لها لو انا معايا عربيه تفتكر يعني انا هشقطك انت؟ اخد مراتي وعيالي افسحهم. لو معايا عربيه ابيعها واحط فلوسها في البنك واعيش بالارباح بتاعتها. خش المستشفيات الحكوميه ولا قط ولا شاشه ولا خدمه ولا دكاتره. والله العظيم الطب واقف عندهم لغايه 79 لغايه 79. الولا يا عيني قاعد تحسي وعناكيك في الحيطه. الولا قاعد خايف اكنه داخل بيت الرعب اللي في الملاهي. وكل حاجه بتمن جوه يعني. خش هتتحرك كل ما تقابل سيستر هي مستنيه منك تظروفها ال5 ال10. طب انا فلوس بفلوس ما انا اخش اشقطك في اوضه ونخلص. يا جدعان ده انا كنت هستلم عيل ورب بهزر مع الولد بقول له استنى ايه ما هعمل لك فقره بالتليفون. قال لي قلت له اعمل لك فقره. رحت داخل على البت اللي واقفه عند الاطفال بقول لها المدام دخلت بالبيبي وبتاع. قالت لي طب معلش بس عشان البيبي فيه حته ذهب فيا ريت تطلعه لي بس اخد الذهب. قالت لي حاضر ثانيه واحده. راح الولا بصيت رحت ظارفها ال5 جنيه. والله العظيم دخلت وجابت لي ابن الوليه. بنت الاحبه جابت لي ابن الوليه. الولا راح جاي لا الهزار قال بجد لا بس ايه يا حوده؟ قلت له يا حوده دي تتصور دي؟ قال لها تتصور يا حوده؟ لا دخليه جوه. راح بستنى كده. قالت لي ايه ده هو مش ابنكم؟ ده مش ابننا. انا يا بنتي النهارده هنعينك في الاسم. هو حضرتك مين؟ قلت لها هتعرفي انت هتعرفي انا مين في البلد. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ يقول لك كانت هتجيب لي ابن الوليه ب5 جنيه. بس هم فالحين عايزين الكادر عايزين فلوس. طب في مصر بقى الدكاتره عندها زهايمر. اللي ينسى فوطه اللي ينسى موبايل اللي ينسى مقص اللي ينسى مشرط. تمام. الخوف ان في يوم من الايام واحد ينسى ممرضه جوه بطن بني ادم. وتلاقي دكتور مثلا ايه بيسحب عيل من بطن مره الولد مكعبل شويه في السره قاطع له رجله قاطع له ايده. يلا بقى واحنا هنرفوا بعض اشقط واخلص. طب في مصر مهزله. الفقره بتاعت من قيمه سنتين ولا السنه اللي فاتت لما اسمه ده رئيس الوزراء بتاعنا راح سموحه لقى المستشفى كلها جاهزه وكل حاجه كان كله متاجر لغايه ما افتتحها ومشى. محلب محلب. كانت نصبه عمرو اديب فضحه. كانت نصبه مش طب يا جماعه دي مجزره. تطلع بقى ايه الدكاتره الخارجيه. كل دكتور تلاقيه متفق مع مركز تحليل يقول لك لا قبل ما تعمل لي حاجه حلل يا عم الحقني يا عم. حلل ايه وانا ليه على دماغ امك؟ الحقني طب شوفني شوف حط السماعه على صدري. نصب. احنا في مصر كان زمان اتفرج على الابيض واسود الطب ده يعني رساله انسانيه. السيستر ده فاتت حمامه فشختنا. ملايكه الرحمه دول دلوقتي ولاد وسخه شراميط بتشقطوا ويشقطوا. الطب دلوقتي بقى سلعه. اجزر اللي قدامك يا جدع حرام عليك ده المرض واكله. واوعى تفتكر عشان انت دكتور ربنا يحميك من المرض. ما ممكن ربنا يبلي دين امك. انما لا. وحكومه بتقول لك احنا بتدعم. رئيس الوزراء بتاعنا ده اللي انا ما اعرفش شكله ولا اسمه عنده استعداد ينزل يقعد في المستشفى يومين. ما عندوش استعداد. انا هخش الاقي عريانه. مستشفى اي مستشفى حكوميه عريانه. اي مستشفى يا جدعان بيقول لك مدعومه. دعم ايه؟ ان ملايه السرير دي بتتغير. ملايه السرير دي اخويا اللي صاحبي اللي قال عليها بيدفع كل شويه ثمنها. ده لو كان جاب 2 جداد ونام عليهم كان اجدع له. ولا لما احنا رحنا له حس ان بقى ليه اهل فرح. هو الحقوني من ولاد الوسخه دول. الحقوني انا مش عارف اتكلم ولا عارف انزل ولا اطلع. انا عاجز ومراتي جنبي خايف عليها وولاد الوسخه بينهشوا فينا. الدكتور دخل بيتنطط. العيال صحابي مؤدبين فيا دكتور مش عارف بقول له خدها
قال لي انت بتكلمني انا؟ قلت له خد بكلمك. بس لي انت مين؟ قلت له انا الرائد عبد الحميد احمد البنهاوي، طلعت في المرحله الثانيه في الثوره، لما تكلمني تيجي تكلمني. انتهى عليك خوف. انت لو ما كنتش حاسس ان انت بتعمل غلط كنت هتخاف مني؟ ابدا. انما حظك السم ان انا حلقت دقني، الحمد لله رب العالمين ان انا حلقت دقني. النهارده انا الولد سامح ابن حرام من كتر ما انا بقى خلاص الفقره كبرت وهاخد العين. تمام، انا كنتش هاخد العين اذيه، بس فعلا والله العظيم ثلاثه ورحمه امي وغلاوه عيالي وحتى مولود برز امي الفردوس لا اعلم ولا سبب ولا سابقه عذاب بحق لا اله الا الله. كنت هبلغ في بوليس في البت دي؟ صايع، انا لاجئ في الحق، انا طور ماشي ما بيهمنيش. احنا في دريم بارك، انت مش داخل مستشفى، انت داخل الملاهي، كل حاجه بتمن. انا رايح العب اللعبه دي وانا رايح العب اللعبه دي. دي ملائكه الرحمه في مصر، دول الدكاتره في مصر. ان انت تدعي العلم وانت اجهل منك مفيش. يا جدعان ده احنا عندنا من كتر الجهل، من كتر الجهل الدكتور يطلع النهارده يقول لك الرجيم مش عارف كل ايه وكل ايه وكل ايه وكل ايه، تاني يوم هو الدكتور يقول لك لا دي جت من بره، لا كلهم ما تاكلهمش تاني خلاص. التضاد، التناقض. والحكومه تقول لك انا بدعم. لو بتدعمي انت قبلتي ان الشعب ده يموت كده في البطيء؟ وزاره الصحه سايبه السرطان ينتشر في دم البني ادمين. يلا ايه يعني ياكلوا كماوي، يلا يموتوا كلاب. احنا ما عندناش طب في مصر للاسف. انا مش عايز اجيب لكم ولا فيديوهات ولا مناظر، للاسف انا بس فقره وجعتني. يقول لك الدكاتره مظلومين، الدكاتره عاملين وقفه بس يوسف انا متضامن معاك، وقفوا على قبرك يا اخي. مش لما يقوموا بشغلهم وكل واحد طلع بقى من ولاد المتنين يقول لك مؤسسي بيدي بتوع الجيش، ما بيموتوا مش بيموتوا. بتوع الجيش بيموتوا مش بيموتوا. بتوع الجيش بيموتوا عشان اللي شبهكوا ينسى مقص وينسى موبايل في بطن المريض بعد عن اللي في وشي. لما تقول لي لا ما بيدي الناس الكبيره، ما الناس الكبيره كان طالع دين امها في عهد حسني برضك. اللي مش عاجبه البدله الكاكي او بدله الجيش اتفرج على البنطو الابيض اللي مش ملوث، مليان دم، مليان جهل. كل دكتور في مصر سؤال لله، حضرتك افدت البشريه بعلمك بايه؟ ولا حاجه. كم واحد اتعالج منك؟ واي دكتور شاطر شويه تلاقي الفيزا بتاعته ايه؟ قد كده 300 جنيه. ليه يا عم؟ ليه؟ ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. يا جدعان ده احنا عندنا مستشفى للحقن المجهري. أقل حالة ب40 50 ألف جنيه. يعني أنت لو حلمك تخلف أو تبقى أب أو أم حضر 50 ألف جنيه، يا إما ما سوري مفيش، ما تحلمش، سيب ربنا يديك. طب في مصر مش طب، وبا لازم يتعالج. وقبل ما اقول يا حكومه الحي، لا، دكاتره من جوه. قبل ما تطلب المال وتقول انا دكتور وتحب اللقب وحرف الدال، خليك انسان، عشان في يوم من الايام هتعجز وهتقع. مش من جهل الدكاتره، وهتدوم من زمايلك الجهل هيجربوا فيه، تعجز وهتقع وقعه كله هيقول منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ده اللي عند هدى، عاجبه مش عاجبكوا السنه، وانا قلت لكم كذا مره احنا اللي مساعدينهم. مش كل دكتور يعمل غلط يبقى ايه؟ جزا ليه يا بابا؟ ده دي ارواح بتروح، عيال صغيره بتتاذى. انا مش خايف من الكبار يستحملوا يا جدعان، الصغيرين اللي الدكاتره بتجرب فيهم دول يا جدعان. ده السنه اللي فاتت وزاره الصحه بنت المره المتناكه عامله عقد على اللبن المدعم
اللبن بيموت العيال ولاد دين الكلب. مستلمينه من الشركه عشان رخيص، مش بيعدوا وراهم، العيال خدته ماتت. لك ان تتخيل كده، حط نفسك مكاني، اب يا عيني طالع دين امه ومستلف وطالع عينه عمل عمليه حقن مجهري وربنا طعمه، وابنه او بنته لبن مدعم، واللبن المدعم ده جاب اجل الولا. تفتكروا ده هيحب البلد دي؟ احنا مش في طب يا جدعان. صبعك يا ابني عشان كل مره انا مش هعيد. احنا مش في طب. العيب فينا، طول ما احنا ساكتين طول ما هيورونا الويل. لازم التغيير يجي فينا، يبدا مننا. قبل ما تفكر تعمل على دكتور وتوريه ان انت العالم وانا الجاهل، بص لتاريخك الوسخ. انتوا جايين تقولوا الداخليه بالتماره وسخه، واحمد مالك جاي يديهم التوبس وبتاع، والطب اخباره ايه؟ وش. هندسه اخبارها ايه؟ وش. المقاولات والعمارات وش. يا بلد كلك عيوب، كل ما نرقع فيكي الهدوم تدوب. السلام عليكم.